السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين دي تورتايه الخميس بقى. طالما انتي مامي بتشتغل لازما كده ايه تروقي على ولادك على الاقل مره في الشهر. وعارفه بقى لما يكون يوم خميس يعني انتي كده مية مية قوي بصراحة. يعني انتي هتعملي لهم كده، عارفين ذكريات الخميس بتاعنا لازما يكون سهرة خميس مختلف. الأذان بيأذن، الله أكبر الله أعظم. لسه طالعة من الشغل حالا. جبت بقى ايه، انا جيت اجيب بيبسي صراحة ما لقيتش ماكس، وانا خلاص يعني انا ما بجيبش من فترة طويلة قوي اي حاجة من حاجات المقاطعة. فجبت لبن كده نعمل شاي بلبن، ومعانا التورته. الحاجات دي بقى ايه للسهرة. مش عارفة ابني جاب، ابني فكر هنقطع دلوقتي. الحاجات دي بقى للسهرة. تابعوا معايا الفيديو، كملوا معايا الفيديو النهاردة جامد جدا، في حاجات كتيرة قوي. ولو حبيتيني ما تنسيش تعملي لي ايه، لايك واشتراك وفعل الجرس وبعملوا كومنتات كتير. بس دي احلى. عايزه مشترياتي وانا راجعة من الشغل. بصوا بقى، وانا راجعة من الشغل كده عديت على بتاع الفراخ كده، واحد بتعامل معاه. جبت من عنده كده فرختين كبار اللهم بارك. والكيلو الفراخ النهاردة كان عامل 72 جنيه، ماشي. والوراك سألت عليها ب77 جنيه. انا جبت فرختين عاملين 400 الا 5، يعني 395 جنيه. تمام. تعالوا بقى كملوا معايا بقية المشتريات. بصوا بقى، جبت التين ده، هو صغير كده بس فعلا طعمه زي العسل. بصوا التنوية قد ايه، صغيرة خالص، صغيرة جميلة كده، حجمها حلو قوي. بس سكر. ده كان الكيلو عامل 35 جنيه، جبت منه كيلو ونص. والعنب نفس الكلام برضو ما شاء الله مسكر قوي. كان عامل 40 جنيه، بس شفته في مكان تاني عامل 35 جنيه. بس مش يعني ده الولاد دقوه قالوا لي يا ماما مسكر جدا. انا دقت الطين صراحة. جبت كمان طبق بيض، والبيض الابيض النهاردة عامل 115 جنيه. جبت كمان بتنجان. البتنجان دوت انا كنت شايفاه كاتب على الكيلو 6.5. انا ما بعرفش انقيه صراحة، انا خليته هو ينقيهولي. جبت دول كده كانوا عاملين 15 جنيه. وزنهم قد ايه بالظبط مش عارفة صراحة. جبت كمان كده عقبال ما اجيب شكارة، جبت كيلو رز. الرزاية دي عاملة 28 جنيه، ماشي. جبت كمان خيار. هو الصراحة الخيار مش عاجبني قوي يعني. بس الخيار هو كان كاتب عليه 15 جنيه، انا جبت نص كيلو بس. البصل كان كاتب عليه 8 جنيه، انا جبت تقريبا كيلو وربع. الفلفل كان كاتب عليه 10 جنيه، وانا جبت كيلو. تمام. الطماطم برضو كانت يعني انا نقيتها الحمد لله، نقيت الحلو منها. الطماطم عاملة 10 جنيه. والليمون عامل 20 جنيه، جبت نص. اعتقد ان انا ما جبتش حاجة تاني. دي كده كانت مشترياتي النهاردة وانا راجعة من الشغل زي ما انتوا شايفين كده اهو. نكمل بقى نمشي كمان اهو. دي كده مشترياتي كلها وانا راجعة من الشغل. هنا بقى انا كنت قلت لكم قبل كده ان كل حد فينا في الشغل له مكرونه كده بياخدها، له عدد كيلوات معين يعني بياخدها. تمام. ده لينا كلنا. فجبت كده 2 شعريه، وجبت كيلو لسان عصفور، وجبت كمان 2 مكرونه. اللي هي المكرونه دي المكرونه سباكيتي، ماشي. لا الشعريه كانت 3 كيلو يا جماعه. الرز ده بقى انا مشترياه. وجبت البطاطس دي. عايزه اقول لكم ان ده كان في يوم تاني. الحاجه اللي انا جايباها من الشغل دي كان قبلها بيومين او قبلها بيوم. هنا بقى دخلت على طول كده اعمل الغدا علشان الولاد كانوا عيني جاعوا جدا. هنا كنت بقى يعني انا غسلت وتبلت الصدور الاول، وسبت بقيه الفراخ كده منقوعه، ماشي. عايزه اقول لكم ان انا اول اكله في الشهر من البروتين انا بحب اعملها يعني بحجم كبير. يعني انتوا بعد كده هتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هتشوفوا ان انا عملت الوراك قسمتها، لان الفراخ ما شاء الله كبيرة يعني. قسمت الوراك على جزئين، ماشي.
والجوانح شلتها لوحدها كده على اساس ان انا اجمعها وابقى اعملها كنتاكي. والكبد والقوانص كذلك، ان انا حتى لو اشتريت عليها بزود بيها يعني. وساعات ممكن اعملها للولاد كده، هو يدوبك على قد الولاد ايا كان الكميه، يعني لو عندي كميه صغيره والولاد مش عايزين ياكلوا غير اكل معين او كده، يعني نفسهم راحت لحاجه، اروح عامله لهم الكبد والقوانص بالرز مثلا او حاجه. وعايزه اقول لكم ان انا كنت مفكره ان ولادي هياكلوا، والله العظيم لا انا ولا هم. خلصنا قطعة الفرخة بتاعتنا اهي محطوطة حطيتها تاني، رجعتها التلاجة. عملت بقى كده برضو الرز كده عادي زي ما انتوا شايفين. انا في اليوم دوت عايزه اقول لكم ان الكلام ده الاكل دوت صراحه كان امبارح مش النهارده، بس متبقي اكل النهارده. يا دوبك كان هقوم اعمل شويه رز وشويه لسان عصفور، ولكن في الفراخ باقيه والملوخيه باقيه والشوربه طبعا عندي شوربه. فانا ايه هسجل معاكم الفويس ده واقوم اعمل ايه رز وشويه لسان عصفور علشان ايه نكمل اكل امبارح، يعني ناكل اكل امبارح. قولولي بقى يعني المامي اللي بتشتغل كده بتعمل ايه، احكولي كده. يعني انا عايزاكم يا جماعه، انتوا مش بتتفاعلوا معايا خالص. يعني انا كذا حد علق لي ان هي بتشتغل ومع ذلك انا مش لاقيه تفاعل خالص، مش لاقيه. يعني ايه يا جماعه، وانا فيديوهاتي وحشه ولا ايه؟ طب قولولي حتى لو كده احسن منها او ادوني نصايح يعني. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت خلاص طالعه المصيف في 4/9، ولكن قدر الله ما شاء فعل. انا بعد ما دفعت فلوس المصيف انا سحبتها تاني نظرا لظروف كده حصلت. فبسبب الشغل وكده انا مش هينفع ان انا اروح المصيف، فقدر الله ما شاء فعل. فالفترة اللي جاية بقى هتلاقوا الفيديوهات ايه على انها نازلة اشتري حاجة الولاد بتاعة المدرسة، هتلاقوا بقى تجهيزات المدرسة وهنبدأ في الدروس. يعني المفروض اصلا كنا بدأنا من يوم الثلاث اللي فات، بس المس مش عارفة اختفت فجأة، مثل الانجليش يعني بتاعت ابني. فهنشوف بقى ايه، هكلم بقية المدرسين كده ونحجز الدروس بقى ونبدأ ايه الدروس. وكمان عندي بنوتي السنة دي في KG1، هتبقى ان شاء الله كده ايام لذيذة بقى، ونعمل مع بعض اللانش بوكس بقى وايه، وهنتابع بقى مع بعض. انا برجع من الشغل اذاكر للولاد ازاي، خصوصا بقى ان انا مامي بتشتغل وهيبقى عندها طفلين في مدارس ومنهم رابعة ثانوي عام. هيبقى عندنا يا جماعة رابعة ثانوي عام. عايزة اقول لكم ان ادعولي، لان انا اصلا ولادي في لغات، فابني السنة دي هو ابني متميز، يعني تجريبي متميز اللي هو اللغات الحكومي بس متميز. فبياخدوا اللغة التانية بياخدوها من سنة رابعة. فالسنة دي بقى زاد عليه الساينس وزاد عليه الدراسات، وبرضو اللغة التانية دي اللي مش عارفين بقى هي هتكون باختيارنا ولا هم اللي هيحطوها، مش عارفين. المهم هنا بقى كده كنت سلقت الفراخ والرز اهو على النار، وسايبه لسان عصفور كده عشان اخد غلوه من بعد ما الشوربه تتعمل، يعني اعمل لسان عصفور. جيت بقى انا عملت ايه، فكرت ان انا اعمل الفراخ بطريقه جديده. فقطعت كده البصل سلايزات كده رفيعه، وهبتدي ان انا اتبلهم كده يتبلوا كده، واروح حط عليهم بقى ايه فلفل وطماطم وتوابل، وحطيت عليهم معلقة عسل ابيض وعشان ياخدوا من طعم الفراخ برضو حطيت عليهم كبشتين شوربة كده. وعايزة اقول لكم ان بجد والله العظيم طعمها تحفة تحفة تحفة. انا بصراحة ما كنتش متخيلة ان الولاد هيطلبوا مني ان ياكلوا الصوص ده، يعني من ريحته فظيعة. انا قلت ايه، انا وباباهم كده هناكله مع الرز وكده، وعامله اصلا انا ملوخية. ولادي سابوا الملوخية اللي هم بيعشقوها واكلوا من الصوص ده معايا انا وباباهم. بجد يا جماعة الطريقة دي طلعت فظيعة. وحطيت فيها كمان الثوم اللي انا مفرزاه، والصلصة كنت ناسية اقول برضو على الصلصة.
التوابل اللي تحطيها ايه؟ التوابل اللي انت تحطيها. انا بالنسبه لي حطيت اللي هيستغرب قوي اللي انا هقوله ده، حطيت سماق وحطيت بابريكا وحطيت فلفل اسمر وحطيت كركم وكاري. دي بس التوابل اللي حطيتها عشان ما عنديش بقى بقيه التوابل. يعني انا بحب، وحطيت قرفه، بحب احط كبيبه صيني، بحب احط قرنفل، بحب احط حبهان، الحاجات دي كلها بطحنها يا جماعه. وبحب احط برضو توم باودر وبصل باودر. انا عاشقه للتوابل، بحب توابل كتير بس بحطها بكميات قليله قوي، فمش يعني بتخلي لي طعم الاكل جميل. واو حطيت 11 بهار. قولوا لي بقى رغايه ولا مش رغايه؟ يعني انا طول النهار ساكته في الشغل، بشتغل وانا ساكته. الناس كلها تقعد تقولي وانت ما بتتكلميش ليه يا بنتي؟ انا بحوش الكلام عشان اتكلمه معاكم. جربوا طريقة الاكل دي او طريقة الفراخ دي وعلى ضمانتي هتطلع تحفة تحفة تحفة. ويا سلام لو كان عندك وقت ان انت تسيبيها في التتبيلة دي شوية، يا سلام كانت هتبقى شاربة من التتبيلة كده وتحفة. ولا بقى لو انتي متبلة اصلا الفراخ وشايلاها وعملتيها بنفس الطريقة كده. يعني انا على فكرة بتبل الفراخ عادي، ولو محتاجة شوربة بطلعها بالتتبيلة بتاعتها بسلقها عادي جدا. اصلا الشوربة بتاعتها والله يا بنات بتبقى ملهاش حل، بتبقى عسل تحفة. اللي بس ممكن تبقى مغيرة اللون شوية، فاهميني؟ لكن طعم الشوربة بيبقى فظيع جميل جدا. شايفين كده يا جماعة؟ انا مامي شطورة، ارجع من الشغل اقعد انضف فراخ واعمل حاجة. والله يا جماعة يعني انا بصراحة انا مبسوطة بنفسي، انا مبسوطة بنفسي. ان شاء الله بقى باذن الله. يعني انا مصوره لكم مقطع صغير كده من سهرة الخميس. يعني ايه اللي لحقنا اصوره النهارده، لان انتوا عارفين يعني لسه ايه السهرة طويلة. لسه بقى ايه ان شاء الله كده ايه هقوم اعمل فشار كده للولاد واعمل لهم عصير ونسهر مع بعض بقى. فلسه السهرة طويلة. لو وصلتي معايا لحد هنا وما حطيتيش اللايك انا هعضك. عارفه يعني ايه هعضك؟ وهيبقى من حقي اعضك. خدي بالك انا في عز الحر ده بصور لك وانا لابسه الطرحه ولابسه بيجامه حرير. يعني مش كده؟ قدري تعب اختك يعني. حطي لي لايك، هتخسري ايه؟ حطي لايك. الصينيه دي بقى كده خدتها على الفرن، وعايزه اقول لكم ان انا كل شويه اروح مطلعاها وبالفرشه كده اروح دهنه الفراخ من الصوص ده. كانت فظيعه 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 فظيعه. بصوا بقى كده الاكل جهز بقى واتحط على السفره. وطلعت كده سلطه من التلاجة كانت باقيه من الولاد من الفطار. يا سيدي بقى يا سيدي مالكوش دعوه بالمفرش اللي اتبقى ده. الفل كده. بصوا هنا بقى كنت الصبح وانا رايحه الشغل كده ما كانش فيها كنت الحمد لله مخلصه انا الشقه من بالليل والمطبخ وكده، فالغسالة الاطباق فاضيه. فقلت اجرب ان انا احط الشفاط كده. انا كنت سايباه اصلا يتبهدل كده علشان نشوفه مع بعض، علشان احط الشفاط في الغساله واحط كمان معاه الحوامل البوتاجاز دي. شايفين الشفاط ماشي طلع تمام، انما حوامل البوتاجاز لا بصراحه ما عجبتنيش. فكان من الواضح ان انا لازم يعني اكون قاعده في البيت علشان لما تخرج وهي سخنه كده اروح مكمله نظافتها. هنا بقى كنت ايه او زي ما بقول لكم بقى كده كانت اول فقره من سهرتنا. قلنا بقى نشوف نتفرج على ايه على شاهد كده. وقطعت بقى التورته للولاد وعملت لهم شاي بلبن.